الوقت الصح اللي تذاكر فيه، زي ما هتخصص مكان للمذاكرة لازم تخصص وقت كمان للمذاكرة، وفق طبعا الساعة البيولوجية للدماغ. العلماء كلهم أجمعوا إن في ساعات معينة في اليوم بيبقى الدماغ فيها في أشد حالات تركيزه، بيبقى في حالة يقظة. أول حاجة الصبح بدري، قالوا إن الصبح بدري ده أكتر وقت بيكون الدماغ فيه نشيطة جدا وفي حالة يقظة، وبتقدر تتلقى معلومات كتير جدا، تقدر كمان تفتكر أرقام وأحداث حصلت من زمان جدا. قالوا من حوالي الساعة 4 الفجر لحد الساعة 8 الصبح. تاني وقت والدماغ فيه بتكون يقظة جدا هو بيكون من حوالي كمان الساعة 8:30 أو 9 لحد الساعة 3 العصر. دول الوقتين اللي الدماغ فيهم بتكون في حالة يقظة كبيرة جدا وتقدر تتلقى معلومات كتير جدا، فده أنسب وأحلى